كل صباح كانت تضع فنجان قهوة على الطاولة المقابلة، رغم أنه لم يأتي منذ 3 سنوات. بعض الطقوس لا تمارس لأننا نعتقد أنها ستغير شيئا، بل لأنها تمنحنا وهم الاتساق في عالم تغير أكثر مما كنا مستعدين له، ولأننا نتمسك بالعادات الصغيرة التي تمنح غيابهم شكلا يمكن احتماله. كانت تستيقظ باكرا، ليس لأن النوم فارقها، بل لأن الاستيقاظ في وقت مبكر كان يعطيها شعورا عابرا بالتحكم، وكأنها ما زالت تمسك بخيط بسيط من روتين قديم لا أحد سواها يعرف أنه كان مشتركا. تدخل المطبخ بنفس الهدوء، تحضر القهوة كما اعتادت دوما، 2 سكر، قليل من الماء قبل وضع البن، النار متوسطة، ولا تحركها قبل الغليان الأول، كما كان يحب أن يشرح لها مرارا، وكأن إعداد القهوة فن لا يسمح بإفساده حتى عن طريق المحبة. ثم، بهدوء غريب يشبه الصلاة أكثر من الحركة، تضع الفنجان الأول في مكانه المعتاد، أمام الكرسي المقابل، الذي لم يجلس عليه أحد منذ آخر صباح جمع بينهما. لم تكن تتخيل عودته، ولم تكن تنتظر صوت خطواته، ولم تنظر للباب في كل مرة تسمع فيه جرسا بعيدا، لكنها كانت تضع الفنجان في مكانه، بدقة لا تختلف يوما عن الآخر، وكأن الفعل ذاته يبقي ما تبقى منه حيا، ليس جسده، بل أثره، تفاصيله، ظله الذي لا يزال ينام على الكرسي الفارغ ويحرك الهواء بينهما في كل لحظة صمت. لم تخبر أحدا بأنها تفعل ذلك. لم تشارك الصورة مع صديقاتها، لم تتحدث عن هذا الطقس الغريب في جلسات المساء، لأنها كانت تعلم أن الناس لا يفهمون، أن الحزن الذي لا يبكي لا يصدق، وأن الحب الذي لا يكتب أو يقال يعتبر نسيانا، بينما هي كانت تعرف، بعمق لا يقبل المساومة، أن بعض الأشياء تظل تعيش فينا، لا لأنها تستحق ذلك، بل لأننا لم نجد طريقة تليق بتوديعها. هي لم توده. هو خرج ذات صباح، بهدوء يوازي دخوله لحياتها، وقال فقط: سأكون في الجهة الأخرى من المدينة هذا الأسبوع، لا تنتظريني على الفطور. لم يكن الأسبوع أسبوعا، ولا كانت المسافة هي التي فصلتهما، بل ذلك الفراغ الصغير الذي يبدأ في جملة بسيطة، ثم يتمدد، حتى يغمر كل ما كان. ومع الوقت، لم يعد يتصل، لم يعد يعتذر، ولم يفسر. كنه أيضا لمينه. وهي، التي اعتادت أن لا تسأل كثيرا، لم تطالبه بكلمة، ولم تسأل عن غيابه، ولم ترسل رسائل غاضبة، فقد جلست كل صباح، أعد فنجانين، ووزعت الصمت بين الكرسيين، حتى أصبح الغياب جزءا من الديكور، لا يقل واقعية عن ضوء الشمس الذي كان يسقط على الطاولة. لكن ذلك الصباح، بعد 3 سنوات بالضبط، وبينما كانت ترفع الفنجان من النار وتسكبه في الكوب الأبيض ذي الحافة الزرقاء، شعرت بشيء مختلف في الهواء. كأن الغياب، لأول مرة، لم يكن ساكنا. كأن الغرفة، المعتادة على الفراغ، تنفست ببطء، كما لو أن أحدهم على وشك الدخول. ليست كل العودة عودة، أحيانا كل ما يفعله الغياب هو أنه يبتعد بما يكفي ليتحول حضوره إلى احتمال، واحتماله إلى طريقة حياة، ثم يعود ليس ليعيد شيئا، بل ليذكرنا بأننا تعلمنا كيف نستمر حتى في غيابه. حين وضعت الفنجان على الطاولة في مكانه المعتاد، لم تكن تفكر فيه تحديدا، أو تتساءل إن كان ما زال يتذكر شكل كرسيه، أو إن كان صباحه يشبه صباحها. كل ما كان في ذهنها هو الصمت، ذلك الصمت الذي صار مألوفا كنبض هادئ في الخلفية، لا يطلب شيئا، لا يقطع شيئا، لكنه يبقي كل شيء على قيد التكرار. إلا أن شيئا في الهواء تغير، لا رائحة، لا صوت، لا حركة واضحة، ولكن الإحساس، ذلك الإحساس الغامض الذي لا يحتاج إلى إثبات، تسلل إلى داخلها كما يتسلل الضوء تحت الباب المغلق، خافتا أولا، ثم واضحا بما يكفي ليجعل المرء ينهض ليرى. لم تسمع الباب يفتح، لم ترى أحدا يقترب، ولكنها التفتت.
وغريب كيف يمكن للذاكرة أن تسبق المنطق، أن ترى الشخص قبل أن تراه العين فعلا، أن يستيقظ الجسد لحضوره قبل أن يصل، وكأن بين القلوب ممرا لا يقاس بالخطوات. كان واقفا هناك عند العتبة بنفس الهدوء، بنفس تلك النظرة التي لا تعبر كثيرا ولكنها تعلن حضورها بكامل الثقل، وكأنه لم يخرج من الباب من 3 سنوات، بل فقط انتقل من غرفة لأخرى وعاد ليكمل جملة كان قد بدأها ثم نسيها في منتصف السطر. هي لم تتحرك. هو لم يتقدم. الصمت بينهما لم يكن صمت غرباء، بل صمت أولئك الذين قالوا كل شيء ذات يوم، لدرجة أن الكلمات لم تعد قادرة على حمل المزيد. هو نظر إلى الطاولة، إلى الفنجان في مكانه، كما لو أنه توقع أو تمنى، أو ربما لم يتفاجأ، فقد تأكد. وهي لم تسأله أين كان، ولا لماذا لم يكتب، ولا من كان معه حين لم يكن هنا، لأنها فهمت، كما يفهم من تعلم الانتظار جيدا، أن بعض الأسئلة إن طرحت الآن ستفسد كل ما بني من صبر. لكنه اقترب بخطوة واحدة ثم أخرى، وجلس أخيرا في مكانه، كما لو أن الكرسي لم يبرد يوما، كما لو أن الفنجان لم يفرغ نفسه في الصباحات الماضية، كما لو أن السنين لم تمر، أو أنها مرت بطريقة دائرية أعادت كل شيء إلى أول لحظة. ولم يقل شيئا، وهي أيضا لم تبدأ بالكلام، ولكنها سحبت فنجانها بهدوء وأخذت رشفة، ثم نظرت إليه نظرة خفيفة غير طويلة بلا انتظار. هو أيضا شرب ببطء، بنفس الطريقة التي كان يفعلها حين كان يحكي عن خططه التي لا تكتمل، وعن الكتب التي لا ينهيها، وعن أحلامه التي لا يشاركها مع أحد سواها. ثم رفع رأسه وقال: ما زال الطعم كما هو. وكأن كل شيء كان ينتظر هذه الجملة. هي لم ترد، لأنها لم تكن تحتاج إلى الرد، فالحياة التي عاشت 3 سنوات على حضور فنجان واحد لم تكن تحتاج إلى كثير من الكلام كي تستقبل الثاني. كل ما احتاجته هو لحظة واحدة، باردة وهادئة، جلس فيها الاثنان من جديد، لا ليبدأوا من جديد، ولا ليفسروا ما فات، بل فقط ليتنفسوا معا من نفس الهواء الذي ظل معلقا لسنوات بين فنجان وفنجان. وفي ذلك الصباح، أخيرا، لم يكن الكرسي المقابل فارغا.